اتقوا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ست بتغسل سجاد، يعني الست دي كانت ظروفها كويسه جدا، لكن للاسف لما جوزها يعني توفاه الله هي عندها بنات، فهي اللي بتصرف على بناتها، فبتنزل يعني يكلموها لو حد عايز يغسل سجاده، حد عايز يروق شقه، يمسح حمام، ينظف مطبخ، فبيكلموها في دخلة العيد او في الايام اللي هي ايه شبه كده. جت واحده ست كلمتها قالت لها بقول لك ايه، تعالي اغسلي معايا السجاد. فالست قالت لها تمام. راحت وهي ولا اتفقت على سعر ولا اتكلمت في اي فلوس، يعني هي من الاحراج، لان هي كانت يعني شخص عفيف جدا، شخص ما كانش بيطلب حاجه، فرايحه وما اتفقتش على حاجه. يعني هي قالت لك اللي يجي اجيب بيه لبس العيال للعيد. راحت هناك غسلت 5 سجاجيد، مش عارف كام دواسه، وسيقت اللي هي يعني نظفت الحيطان بتاعه المطبخ. الست بعد كل ده، بعد ما شقيت من الصبح لحد بالليل، لدرجه ان هم لما جم يفطروا راحوا هم فطروا وبعت لها طبق قد كده صغير على جنب تاكل، رغم ان الست دي كانت ظروفها كويسه جدا. المهم بعد كل ده وبعد ما قعدت شقيت معاهم وهي صايمه لحد بالليل، ادوها كام؟ يعني انت اللي يجي في دماغك كده، ادوها كام؟ ادوها 100 جنيه. يعني ده انا مش عارف 100 جنيه على ايه. يعني هم لو حسبناهم حتى يعني كايه، يعني بتاخد 10 جنيه مثلا في القطعه، ولا بتاخد كام، ولا انتوا حسبتوا ده ازاي؟ تبهدلوا ست وتشغلوها من صباحيه ربنا لحد بالليل تشقى، ما يعني رجلها في الميه في البرد اللي احنا فيه ده، سايبه بيتها وسايبه بناتها وتنزل وتروح وتيجي. طب مواصلات كام؟ طب هي الست نفسها صحتها، ما يعني انتوا مقدرينها بكام؟ مجهودها مقدرينه بكام؟ ما هنش عليكم الست دي يعني تدوها حتى، يعني مش عارف، يعني مش عارف 100 جنيه. انا لحد دلوقتي مش مستوعب الرقم. بناتها يا جماعه ابتدائي، فساعات العيال بيقعدوا يلعبوا كده بالتليفون، فينزلوا مثلا صوره ليهم وهم في ايه، في شارع، في حضانه، بيلعبوا مع بعض في البيت، بنات في ابتدائي. يجي واحد بقى من اللي هو المفروض كان عارف جوزها واللي بناته مع البنات دي في الحضانه، بدل ما يدخل يقول لها مثلا يعني انت يلزمك كام في الشهر، خد المبلغ ده، انا كان جوزك مثلا مدايني بمبلغ فخد المبلغ ده، يعملها بشياكه. لا، داخل يقول لها بقول لك ايه، صور بناتك دي تشيليها، ولو انت على المساعده عادي انا ابعت لك ازازه زيت ومش عارف وكيس سكر. واللي ده كان الراجل ده مقتدر، يعني يقدر يصرف عليها كل شهر، بلاش يصرف عليها، يقدر يساهم معاها في مصاريف الحضانه بتاعت عيالها، طالما انت عارف ان بنتها مع بنت حضرتك في الحضانه. فيا جماعه اتقوا الله، الايام دي اكيد ناس كتير منكم هتجيب حد يغسل لهم سجاد، حد ينظف لهم البيت، بدل ما حضرتك بتعمل شنط رمضان، بدل ما حضرتك بتنزل تفرق على ناس في الشارع. لا، اللي بيجي لك وبيشقى ده اولى. لو انت كنت ناوي تديها 500، لا اديها 1000. لو انت كنت ناوي تديها 1000 اديها 2000. والله ربنا هيرزقك، لان الايام دي صعبه على الكل، ومحدش يروح يشتغل في البيت الا لو كانت الحوجه هي اللي جبرته على كده. مش هتسيب بناتها لوحدهم في ايام مفترجه زي دي الا لو القرش فعلا هي محتاجاه. ومش هاين عليها ان بناتها يوصلوا لفتره العيد وما يلبسوش لبس جديد زي باقي صحابهم وجيرانهم اللي هم هيشوفوه. فمن فضلكم ما تسيبوش الناس دي تمشي كده مكسوره الخاطر. كل سنه وانتم طيبين.